حبيت أشارككم ونشوف ربنا يبعت لنا إيه من خلالها. في مزمور 103 آية 5 يقول: فيتجدد مثل النسر شبابك. كنت كل اللي أعرفه عن الآية ديت إن ربنا يخليك كده يعني زي النسر، قوي حلو كده شديد. لكن في الحقيقة الموضوع مش كده بس. لو شفنا إيه اللي بيحصل في تجديد شباب النسر هنحس قد إيه ربنا بيجددنا من أول وجديد. النسر لما يوصل عنده 30 سنة يبتدي المخالب بتاعته تبقى ضعيفة، وجناحاته الريش بتاعها يبقى تقيل وتبقى لازقة كده بصدره ومش عارف يطير، والمنقار بتاعه يطول، تبقى حالته صعبة قوي، يبقى عجوز. قدامه طريق من الاتنين: طريق سهل وان هو يسيب نفسه خلاص كده لغاية ما يموت، وفي الوقت ده ما ينفعش يبقى ليه طيران. حياة النسر كلها قوة، فلو ما طارش ولو ما اصطادش ولو يصبح حاجة تانية غير النسر، يعجز. الحل التاني حل صعب جدا لكن في الحقيقة لازم يتعمل. الحل ده بيكلف النسر 150 يوم من التعب والعذاب. يطلع النسر على قمة جبل، اللي هو يجتهد انه يطلع على قمة الجبل، يعني يحاول يحبي ويتخبط لغاية ما يوصل. دي من بداية رحلة العذاب بتاعته. وأول ما يوصل ويبتدي في 150 يوم بتوعه اللي هم 5 شهور تقريبا، يبتدي يخبط المخالب بتاعته الطويلة ديت في الصخر في الجبل لغاية ما تتكسر وتبقى مخالب صغيرة، تطلع مخالب جديدة قوية. ونفس الحال يعمله مع المنقار بتاعه الطويل اللي بقى ضعيف. يرزع المنقار بتاعه في الصخر القوي لغاية ما المنقار يتكسر ويبتدي يحك في المنقار بتاعه في الصخر في الجبل، فيتولد له منقار حاد من جديد. ويبتدي بالمنقار الجديد دوت ينتف الريش الطويل، كل الريش بتاعه يشيله، الريش اللي كان عامل له مشكلة في الطيران، مش مخليه يعرف يطير كويس. لما يشيل كل الريش ويقعد فترة تانية يبتدي يطلع له ريش جديد، يبقى كل حاجة فيه اتجددت. يطلع ريش جديد يعرف يطير كويس. المخالب بتاعته اللي بيصطاد بيها اللي كانت ضعيفة بقت قوية بعد ما تكسر الزيادة. والمنقار بتاعه الضعيف بقى منقار قوي جدا. ويستحمل النسر العذاب ده كله 150 يوم عشان يرجع من تاني. ويقول ان هو ممكن بعد التجديد دوت يقدر يعيش 30 سنة تاني. احنا نختار ايه؟ قدامنا طريقين، نختار فيهم ايه؟ نفضل من غير جناحة وما نطيرش، نفضل محتضنين كل شهوة لزقت فينا، نقعد نربي كل فكرة شريرة موجودة جوانا، وكل خطية ملتصقة بصدرنا نسيبها وما نتخلص منها. ده الطريق السهل، لكن النتيجة بتاعته مفيش طيران، مفيش وجود في الأعالي، مفيش وجود في السماء، مفيش مكان مع القوة، مفيش مكان مع الله. ولا نعمل زي النسر. الآية بتقول ان هو يجدد، هو اللي يجدد مش انا اللي بجدد. بقوة ربنا بمعونته يجدد مثل النسر شبابك. انت بس قول له، اقف قدام ربنا وقول له: يا رب انا محتاجك تجدد مثل النسر شبابي. وهو يقويك في 150 يوم اللي بيتجدد فيهم شبابك. 150 يوم دول بالنسبة لنا مش بيخلصوا، طوال شوية، باستمرار في خطية، باستمرار في جهاد. الجهاد ضد الخطية يطلع ريش جديد، يطلع منقار قوي، ونجاهد لغاية ما الريش يطول شوية ونطير ويبقى لينا مكان في أحضان يسوع. بالنعمة اللي ربنا بيديها لنا والتعب والجهاد بتاعنا يبقى لينا مكان.
ما ينفعش النعمة لوحدها، وما ينفعش الجهاد والتعب بتاعنا لوحده. قوتي في الضعف تكمل. يحصل كمال ويحصل اتحاد بقوة ربنا والضعف بتاعنا. ما ينفعش ربنا يبقى شغال وبيدي نعمة واحنا نايمين، وما ينفعش احنا نشتغل بقوتنا الشخصية وما نطلبش نعمة ربنا. الاتنين حاجة واحدة، الاتنين يتحدوا مع بعض يدوا قوة جبارة، يدوا نسر قوي جدا بمخالب جديدة وبمنقار جديد وبريش جديد، يطير ويطلع السماء ويوصل 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 لغاية ما يبقى لينا مكان في الملكوت. ربنا يبارك حياتكم ويدي كل واحد فينا مكان في الملكوت. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.